بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا بتكلم عن فيديو عن منطقه انا محمد غانم معاكم. بتكلم عن منطقه بير مسعود في سيدي بشر. هي المنطقه دي منطقه صخريه زي ما احنا شايفين، موجوده على ساحل البحر الابيض المتوسط ما بين ميامي وسيدي بشر، وبتتميز بوجود صخور من الحجر الجيري اللي يعتبر مش قديم، يعني حديث شويه. يعني بنتكلم برضو في الايه، في الحاجات بتاعه الحقب الرباعي، يعني نقدم من السنين البسيطه يعني. وطبعا الصخور دي لما انحصر عنها البحر بدات تظهر على سطح الارض وعلى الشط، وبدا يتعرض لنحر زي ما احنا شايفين هنا من ال الامواج بتاع البحر الابيض المتوسط. بتتميز المنطقة هنا برضو بوجود عدة فجوات. الفجوات دي بعضها بيكون جاف، يعتبر البحر ما بيوصلهاش أغلاص أو اتقفلت، وبعضها الآخر بيكون مازال فيه مياه. دي فجوة من الفجوات اللي هي إيه، اللي يعتبر فارغة هنا هي. طبعا الفجوات دي بتأتي نتيجة الديسوليوشن أو ذوبان الحجر الجيري بفعل المياه. تمام. هنلاقي هنا الصخور دي البير الرئيسي اللي هناك هنا اهو، اللي هو متسمى على اسم بير مسعود، وهو متحاط بسور. البير ده احنا رايحين عليه دلوقتي. البير ده فيه ميه برضه، الميه دي جايه من ميه البحر المتوسط، بتخش جوه البير وكده. يقال ان المنطقه دي اتسمت على اسم احد الشيوخ اللي كانوا من زمان موجودين في المنطقه دي، فاتسمت على اسم الشيخ مسعود. البير هنا هون على عمق الماء، على عمق حوالي 5 متر تقريبا، يعني المية على عمق حوالي 5 متر، وبيوصل لها طبعا من فتحات من مية البحر المتوسط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كل معلومات مفيدة.